السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه مع بعض الصابون البلدي الصلب بتاع المواعين بقى، اللي بنغسل بيه المواعين وبنغسل بيه كمان الهدوم. هعمله معاكم بالزيت المستعمل. طبعا انتوا ممكن تكونوا عارفينه وممكن تكونوا جربتوه كمان. أنا بالنسبة لي بصراحة دي أول مرة أجربه. يعني حبيت إن أنا أعمله كده من تشكير ناس كتير فيه. وكمان انا يعني كنت اخدت كده واحده من واحده زميلتي، فلقيته ان هو حلو، قلت يستاهل التجربه، فحوشت زيت. وقلت ان انا اجربه معاكم اول مره اعمله، بس بصراحه طلعت تجربه ناجحه مية مية. ان شاء الله مش هتكون اخر مره هعمله بقى على طول، هعتمده كده واعمله ان شاء الله، لانه طلع فعلا حلو خالص وبينضف جدا. هعمله معاكم طبعا خطوه بخطوه. بس اتمنى لو انت اول مره تشوفي قناتي تشتركي معايا وتفعلي الجرس وتشاهدي الفيديو مشاهده كامله علشان تاخدي منه كل معلومه. ويا ريت كمان تكتبي لي اي كومنت نتواصل مع بعض كده، هكون شاكره ليكي جدا. انا عندي هنا المكونات بتاعتي. انا بستخدم مج موحد او اي معيار موحد، هو اللي بعير بيه كل المكونات بتاعتي. عندي من المعيار ده مج او كوبايه، او على حسب ما تستخدمي، من البوتاص اللي هو الصودا القويه، ويفضل ان هو يكون قشور. هحط عليه كوبايتين ميه، هقلبهم، والاستحسن ان انت تعملي في مكان مفتوح عشان مش يتعبك، ما تقربيش وشك منه. بعد كده هركنهم على جنب لانهم بيسخنوا جدا، وهكون في الوقت ده عما يبردوا هحضر المكونات بتاعتي. انا عندي هنا 4 ليمونات، وعندي كمان معلقه من السكر ومعلقه من الكربونات، وعندي لون هنا ملوش لازمه، الاحسن انت بتستخدمهوش. عندي كمان كيس من البرسيل جل، وعندي هستخدم كمان اللهلوبه، هو بينضف كويس قوي. المكونات دي طبعا اختياريه، انت ما بتستخدمهاش حاجات معينه، يعني اللي موجود بتستخدميه. عندي كمان ربع كوبايه من الكلور، وعندي هنا الزيت طبعا المكون الاساسي. هستخدم 5 كوبايات من الزيت. عندي هنا بقى البطاطس على الميه خلاص بردوا، هضيف ليهم بقى المكونات. هنزل بالكلور وبالسكر، هقلبهم كده، وبعد كده هنزل عليهم بعصير الليمون. اهم حاجه ما تنزليش فيه بذور، علشان بعد كده ما يغلبكيش ان انت ما تعرفيش تطلعي البذور منه. المكونات الاساسيه في الصابون هو البطاطس او الصودا القويه، ويفضل انها تكون قشور طبعا، ما تجيبهاش مطحونه، والزيت. تمام، دي المكونات الاساسيه. اي حاجه اضافه من عندك بقى انت بتضيفيها. هو السكر بيقال ان هو بيزود الرغوه بتاعته، والصابون السائل ممكن تستخدمي سائل الاطباق عادي، وممكن تستخدمي برسيل. انا فضلت البرسيل، رغوته اعلى وكمان ريحته بتكون احسن. وكمان اللهلوبه طبعا معروف ان هو بيشيل البقعه وبينضف جدا، لان انا الصابون ده هستخدمه برده في غسيل الهدوم. بنزل المكونات بالتدريج كده واقلب بقى. انا هنا استخدمت مضرب سلك، لان انا في حاجه عملتها الاحسن ان انتوا السكر تضيفوه مطحون. انا ضفته مباشره، فكان عامل كده يعني اتكتل كده، وكان صعب ان هو يدوب، فعشان كده استخدمت مضرب السلك، وحاولت ان انا افضل افكه كده، فاخد معايا وقت بصراحه. انما انت لو ضفتيه مطحون هيكون احسن ليكي. ممكن كمان يعني انا عرفت بعد كده ان انت ممكن تضيفي كمان ملح، انا ما ضفتوش هنا، بس بقولك الاحسن ان انت تضيفي ملح عشان بحافظ عليه. هحط هنا كمان معلقه من المسحوق اللهلوبه. طبعا انا قلت لك المكونات دي كلها اختياري. عندك بقى الزيت المستعمل، ده زيت سمك بصراحه، بس انا صفيته كذا مره، وهصفيه تاني قدامكم عشان اوريكم ان انا يعني مصفيه ما مطلعش منه اي حاجه. هضيف 5 كوبايات على كوبايه البطاطس وكوبايتين الميه، 5 كوبايات من الزيت. لو زي ما بقول لكم الخيار اللي عندكم سواء اصغر او اكبر على حسب الموجود عندكم. بفكرك يا ريت لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت جميل منك كده يشجعني. شايفين مجرد ما بضيف بقى المكونات بيبدأ الخليط بيكون سميك، فعشان كده ما تسيبوش خالص، تكوني محضره عندك كل حاجه، ما تسيبوش، لازم تفضلي تقلبي فيه. هو متعب شويه في التقليب بتاعه. انا طبعا محضره زي ما قلت لكم الحاجه اللي انا هصب فيها، لازم تستخدمي حاجه تكوني مش هتستخدميها. انا هنا كنت بستخدمها جزء من تربو كده، او دور من تربو يعني مش محتاجاه، ففردت فيه كيس وصبيته فيه. اهم حاجه تستخدمي الحاجه اللي انت هتحطيه فيها مناسبه لكميه الصابون، عشان ما يطلعش الصابون معاكي رقيق ولا تخين، علشان يطلع معاك مظبوط. تمام. انا زي ما وريتكم كنت حطيت شويه ميه صغيرين على اللون الاخضر اللي عندي، وضفته، كنت يعني متعشمه ان هو يطلع لونه اخضر، بس لقيت ملوش اي تاثير، عشان كده بقولك اللون ده ملوش اي لازمه ان انت تضيفيه. نزلت كده السائل بتاعي في التربو دوت، او في اي حاجه عندك تستخدميها، بس يفضل ان انت ما تستخدمهاش تاني. ويفضل كمان انها ما تكونش المونيا عشان ما تتاثرش معاكي من المكونات دي. واسيبهم بقى ساعتين لحد لما يجمد شويه. شايفين انا هنا كنت بشوفه جمد ولا ايه؟ حتى القشره هو لقيته بس القشره بتاعته من فوق اللي ناشفه كده، ومن تحت لسه طري، فقلت ان انا اقطعه بقى قبل ما ينشف خالص. بتقطعيه بقى بالاحجام اللي انت حباها. هو ما شاء الله ده طلع معايا 20 قطعه. تمام. وده تزويق، ده على حسب رغبتك انت. بغطى اي ازازه عندك كده ممكن تشكليه من بره. لو مش حابه تعملي كده خلاص. انا كنت متخيله ان هو هيطلع بقى شكله
متزوق من فوق كده، ومن تحت هيبقى شكله مربعات لون يعني زي مربعات التربو، بس ما طلعش يعني حاجات بسيطه قوي، مش زي ما انا كنت متخيله. بس هو كنظافه وتوفير حلو قوي جدا جدا. بصوا بقى لما نشف بدأ يظهر فيه كده زي نقط حمراء. انا مش عارفه بقى النقط دي بسبب اللون اللي انا حطيته ولا بسبب السكر، بس انا اعتقد ان هو بسبب السكر. قطع السكر اللي هو الخشن هي اللي عملت فيه النقط الحمراء دي. عشان كده بقولك ان انت الاحسن ان انت تطحني السكر الاول. هنا بعد يومين شلته بقى، قلت اشيله كده احطه على صينيه، عشان هو لسه برضو مش اتصلب بالدرجه، هو لسه طري شويه زي ما انتم شايفين اهوت. فقلت ان انا اطلعه بقى من الصينيه ديت، وافرده بقى على الصينيه تانية كده بالشكل ده، واحطه بس يومين. بس ما بحطوش في الشمس، انا بحطه في البلكونه بس المكان يعني يكون بجدد هوا كده، بس مش بحطه في الشمس خالص. هنا بعد يومين شايفين نشف واتصلب، سامعين الصوت بتاعه. هنا بقى هجربه معاكم. على فكره انا كنت خدت الفرافيت بتاعته اللي كانت عامله دي وجربتها، فلقيته ان هو بنضف جدا، وخصوصا بقى في الالمونيا، بيلمع الالمونيا جدا. هنا انا بجربه معاكم، بوريك الرغوه بتاعته ما شاء الله، والله جميل جدا وموفر. وهتستغلي كمان اجمل فيه ان انت هتستغلي زيت السمك بدل ما نرميه، او احذر الناس انها ما تبيعوش لانهم بيعيدوا استخدامه تاني ويرجع تاني لصحتنا، فده غلط علينا. اوعي تبيعي الزيت المستعمل، استخدميه كده في صابون، حاجه مفيده جدا. هتفيدك في بيتك وفي نفس الوقت مش هتضر صحتك. هنا كمان بقى اجرب فيه الهدوم اهوت، ما شاء الله رغبته عاليه وبنضف جدا جدا. جربوه على ضمانتي. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.